بس فاول مره دخلنا وربنا ما اردش، ما عدتش من اول 10 اسئله. يعني وقعت في سؤال واحد، وطبعا ما خلاص بقى بعد كده دخلت المره الثانيه. الحمد لله المره الثانيه دي انا كنت قعدت فتره كبيره بقى بذاكر. كان في واحد صاحبنا كده عمل يعني ادانا موقع كده ان احنا نخش نحل عليه الاسئله، فصميت الاسئله حرفيا صميتها بس. فدخلت بعد كده الحمد لله، كنت قلقان جدا. ف هما بيطلبوا برضو منك يعني الورق بيبقى طالب. بصوا، معظم الاماكن هي بتطلب اللي هو اثبات عنوان. اثبات العنوان ده عباره عن انه لما بيجي لك الظرف مثلا بتاع السوشيال سيكيورتي بيبقى مكتوب اسمك والعنوان بتاعك، فخلاص يبقى ده عارفين ان الشخص ده ساكن في المكان ده عشان استلم الظرف اللي مكتوب عليه الاسم بتاعه ومكتوب عليه العنوان اللي هو اللي موجود. فبيبقوا طالبين منك 2 اثبات عنوان، بتاخد ال2 اثبات عنوان وبتملى فورم كده بيسالوك بقى عن لون عينك وطولك ومش عارف حاجات كتير كده. بتبقى الفورم ممكن ابقى ابعتها لكم برضو، ابقى اصورها لكم وانزلها لكم. بس هي بتختلف تقريبا من كل ولايه. بس دخلت الامتحان الحمد لله عديت. وقعت في سؤال واحد بس في ال 30 ال 30 ال 10 عناوين الحمد لله عديتهم الحمد لله. وبعد كده كان موضوع ان انا اطلع بالعربيه بقى مع حد اللي هو خلاص اختبار سواقه في الطريق يعني. بس طبعا انت بتاخد معاك الرخصه المصري برضو، دي من الحاجات المهمه اللي لازم تاخدها معاك من مصر. تطلع رخصه مصريه عاديه، مش شرط اللي هي الانترناشونال دي. طلع الرخصه المصريه العاديه بس. ولما لما يسالك الشخص اللي موجود في الدي ام في، يقول لك مثلا احنا عايزين نتاكد، عايزين انت معاك رخصه من اي بلد، قول له اه، وتوريه رخصه من ورا بيبقى مكتوب عليها درايفر لايسنس، عشان انا لما شافوها حسوها ايه ده، دي مش رخصه، شكلها بصراحه ما يشجعش على حاجه. بس ف دخلت الحمد لله عديت من الامتحان. وبعد كده قالت لي خلاص معاك رخصه، قلت لها اه معايا، عشان ما يطلعليش حاجه اسمها بيرميت. البيرميت ده المفروض ان هو لو انت ما معكش اي رخصه من اي بلد تاني، فهو بيديك البيرميت دي 6 شهور. المفروض لما تيجي تسوق عربيه تسوق ويكون معاك حد بيعرف يسوق معاه رخصه في العربيه.